حياك الله حجي. السلام عليكم. شلون؟ الله يعطيك الصحة والعافية. الحمد لله على السلامة. وعمره مقبولة إن شاء الله الله. يعطيك جزاك الله خير. وياك لما يحب. شلونك؟ وجيتك عزيزة الله وغالية. يرحمه. السعودية نورت الله يرحمه. ومكة نورت بوجودك. أشكرك الله يرحمه والديك. زوار بيت الله الحرام. الحمد لله. شلون صار رجلك هسه؟ الحمد لله. أحسن؟ الحمد لله. فيش. قد صاير هسه شوي في تحسن غلب لها الحين حوالي شهرين. شهرين. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله والشكر. والله يخصك بالسلام. واحد نصيحة. في تحسن يعني مستديم واما بنعمه ربك فحدث. في البدايه كان ما اقدر امشي. اي. الحين بمشي على الركاز وامشي اروح الحمام واجي من الحمام. الحمد لله. اول صعدت الحمام هناك فوق وشفت ان انت ما تقدر تصعد صعب. صعب أي اللي صعب. اطلع للحمام وصعب أي. اللي انزل من الحمام. الحمد لله على السلامة. كان الله يوفقك ان شاء الله وربنا ما يخلينا منه. بس يعني انت حتى بالبيت ما جاي تطلع قليل؟ ولا من صوتكم ولا من روحتكم ما اطلع يعني في الحاجات الضروريه اللي مره الزاميه انك لازم تطلع لازم اطلع. اي. الحمد لله. لكن اتعب بعد ما اطلع. الحمد لله. والباقي عند الله. الحمد لله. والجماعة يخصوك بالسلام كلهم هناك. الله يسلمهم. صديق اسمه من كركوك اسمه ريان. من كل شر وكل مرض ان شاء الله. ويكتب لهم السلامه من كل شيء ان شاء الله. ويحسن لهم الختام على الجزيرة. الجماعة كلها سلام عليكم. ان شاء الله ويجمعنا واياكم واياهم في الفردوس الاعلى ان شاء الله. شو الاخبار بعد العلوم؟ الحمد لله. علومنا ان شاء الله زينه ومستقره. الحمد لله. والحمد لله يا رب لك الحمد. نحمد الله ونشكره على ان شاء الله تتحسن وتصير الامور زينه ان شاء الله. وتصير حكايه. الوجع كباس والعافيه نسناس. العافيه تيجي رويدا رويدا بس المرض يجي دفعه واحده. ونحمد الله على ما حصل. الحمد لله. الحمد لله. الله يكرمك. ان شاء الله اريدك تجيب لنا وجبه ان شاء الله حجي حمامات. ان شاء الله ابشر ان شاء الله. عندنا حمامات عندنا اصدقاء. ارسلها مع مرسولك ان شاء الله. وابشر ان شاء الله توصلك الطيور اللي انت تبغاها. وان شاء الله على الوجه المطلوب تكون باذن الله. بس هم الطريقه حجي حاول انك ولو انت تعبان يعني انك الطريقه نفس الشهاده. نحاول اي الطابع والهذا لان ضروريه للتوثيق. ادري بك انت تعبان يعني احنا نقول لك شوي شوي. نحاول ان شاء الله باذن الله. من تختار حتى لو ارسلت لك الطيور بدون الشهادات في البدايه. اي. استمر انا ان شاء الله يعني. وان شاء الله من بعد الحج يكون ان شاء الله انه تحسن الوضع. اي. واظبط لك الشهادات وارسل لك هي يعني حتى رساله اخرى. لا هو اذا يعني قصدي من الحج اذا صارت الشغله ان شاء الله. هم لو شوي بس على ما تعين الحمام انت اللي تختار ان شاء الله. اذا بي زازات حمام زاز تعرف الزاز شنو؟ الزاز اللي هو شلون الابيض؟ الكريزلي. الكريزلي يسمونه الجو؟ او المشجرات مثل شكل الجراردين. المهم هو الزاج اللي ليس له لون ولكن جود من الموجود يعني. النثاية بالنسبه للاناث حاول يكون صغار شوي بالعمر. لان على مود الشخص من ياخذ كل الطيور على مود التفريخ وهذا. الله يوفقهم ان شاء الله ياخذون. ان شاء الله باذن الله. هذا حمام لين موصل وحمام قوي. احنا نحاول باقصى جهدنا اننا نرسل لك الطلب المطلوب والاعمال المطلوبه والشهادات ان شاء الله المطلوبه باذن الله. وانت هناك تتصرف يعني تقريبا الحمام حمامك يعني ما يحتاج. رحمه الله عليك. وهو كذلك. زين حجي هسه انت اخر مره اشتركت به النادي يا سنين؟ ماني فاكر بس دحين لي حوالي 5 سنوات متوقف عن السباقات ما بسادة. يعني 5 سنوات قبل هذا اشتركت؟ ايوه قبل كده كان في اشتراكات والحمد لله يعني كنا موفقين يعني تقريبا في سباقاتنا. يعني قصدي من توقفت عن السباقات رجعت مره ثانيه اشتركت؟ لا ما عاد رجعت خلاص. يعني اصلا من يوم ما سويت اللفت الفوقاني ده على اساس اني بدي اشارك فيه ما الله كتب لي ما قدرت. يعني قصدك اللفت اللي سويته الجديد ما سبحان الله ما اشتركت ولا سباق. وهي من يوم ما جاتنا الساعات الالكترونيه. اي الساعات كانت اللي تخلي بيه وتفر القرص. اول كان على الجونيور. الجونيور ده اللي بتحط الربله. بعدها توقفنا وخلاص. يعني ما وصلت مرحله الجهاز. ما عاد قدرت. ما عاد قدرت. ما هناك مكافحه.
الانسان يعني له سن معين، له مرحله معينه، له صحه معينه يقدر يكافح بها. يعني انت شفت البيت حقي 3 ادوار، اول كنت انزل القفصين اسفل واطلع قفصين معايا، ارجع يمين السطح. الحين لا، ما انا ما اقدر اشيل ولا سله صغيره. صحيح. هي هاي انا عندي اصدقائي دائما احكي لهم، عندي ابو نشوان وابو علي وابو عيد الجزيره، وعندي اصدقائي اقول لهم اليوم احنا نقدر نشترك، باكر ما نقدر نشترك. زندك ولا موت. يا اما اليوم نسولف احنا سوا، جزء باكر واحد من عندنا الله سبحانه وتعالى ياخذ راحته. فقلت لهم اليوم هاي مرحله نعيشها، لحظه حلوه، نضحك نسولف، هي الحياه. الحمد لله. هي الحياه حلوه، والحياه تستمر بك وبدونك. طبعا ما يحتاج، ما كل واحد ياخذ دوره بالحياه. واذا انتهى دوره ينطفي زي الشمعه لما تطفي. الحمد لله والشكر. وان شاء الله يكون سمعتنا وصيتنا مع الناس ومع الناس الاصدقاء الشرواق ومنا كلها على ما يرام، يكون ما فيها لا كذب ولا لف ولا دوران. الحمد لله. وهذا المطلوب. هو احنا الحمام هذا بناخذ من عند لين، واحنا نعرف هذا الحمام انه موثق 100%، والحمام القديم هو حمام جيد. الحمد لله. نحمد الله ونشكره اننا احتصلنا على حمام في الاساس حمام مسافات طويله، وماشي معانا من 200 إلى 1000 ومن 100 إلى 700. يعني هذه شهاداتنا، احنا عندنا حوالي 480 شهاده لجميع المسافات، والحمد لله. الحمد لله. زين حجي، بالنسبه للحمام اللي جبته اول شيء بدايه، منو اكثر سلاله الجفون مالتها تصير عاليه؟ يعني سلاله الفاندرويجن، الجناردن، الفالون او الكايبر؟ الحمام اللي جاي اصلا بموجب شهادات يعني سباقات برشلونه، سباقات او اللي شاركوا عيالهم في سباقات. انا هسه من صعد شفت الحمام، قسم الحمام بجفن عالي. هذه يا سلاله الفاندرويجن ولا الجناردن؟ لا، هو الحمام القديم جدا اللي هو البيبرمان. حمام البيبرمان هذا حمام قديم جدا يعني. فهو اللي تيجي شفونه عاليه ومكشكش يعني زي ما تقول. بعدها جاء والفاندرويجن. والفاندرويجن هو نفس الجان ارد. والفاندرويجن والفالون. هذول كلهم يعني لا يعني شله واحده في دائره واحده. والحمد لله. يعني في الفالون ناس يقول لك هو لا، الفالون يعني كان الاولى في برشلونه. يعني هم ناس يقولوا قصير، لا مو قصير. الفالون هذا حمام طويل. يعني قصدك اشتغل جميع المسافات؟ اشتغل جميع زين منو تعرف تحس به الاقوى من ناحيه الجو الصعب؟ الجناردن ولا الفاندرويجن؟ لا، البيبرمان هذا اللي جاي عيونه على صفار. وكان في درجه حراره 40. احنا عندنا درجه حراره وتضاريس صعبه. كان هو اللي وانا جينا هسه احنا بالسياره، من جينا على عرعر، عندنا على سكاكا. بيجي صعبه. بيؤدي نتيجه. يعني كان التسيير حقنا حق حائل، كانت درجه الحراره تقريبا 39 40 39. هذه سباقاتنا. فكان الحمام يعني تقريبا الرياح ضده 50 كيلومتر في الساعه، ودرجه حراره مرتفعه، والحمام كان يوصل ويواصل ويسجل كمان. الحمد لله. زين هاي قبل لا ادويه ولا فيتامينات؟ لا. لكن شنو؟ انا بالذات ما تستعمل. في ناس بيستعملوا. اللي بيستعملوها ما ينجحوا. يعني نجح في سباق ومع السلامه. بس ننطي دواء مال دود ومال قمر، والحمام يسبح عديل، يعني ماكو ضغط على الحمام. الحمام انت صاحب الجنايح، انتوا تقولوا الجنايح، احنا نقول صاحب الحمام او المدرب. زي فريق الكرة اول ما يخسر الفريق قالوا المدرب. اذا كان الجناي هو مهم للحمام، هو يعرف الطير هذا حقه كيف طريقته، كيف يمشيه، كيف يتعامل معاه. والجناي هو المسؤول الاول عن الطيور.
الطيور مجرد وسيله زي رساله ترسلها. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. نحن ايام حلوه عشت بالسباقات ولا وان شاء الله الحمد لله هم جاي يسابقون. احنا نتمنى انه في ناس يطلعوا على نفس المنوال اللي احنا مشينا عليه. تعرف انا لما كنت كانوا يقولوا الحمام حقه طويل ما ينفع ما ينفع معنا. كنت في سباقات ال 200 من 1 إلى 42 طير، كانت الساعات يدخلوا عليها في طير ولا طيرين. هذا في المسافات القصيره اللي هي 200 كيلو و 300 كيلو. وصلنا إلين 1000 كيلو، إلين 700 كيلو. 700 كيلو اخذت العشر الاوائل. وصلنا إلين 1000 الكيلو، يعني كان في 1000 الكيلو رسلت طيرين. ودي اثنين؟ لا، في المرة الأخيرة رسلت طيرين، أنثى وذكر. فجات الأنثى بعد تشطيب السباق هذه حقت عرعر، وجات ذكر بعد أسبوع. يعني طيرين في 4000 طير، 4600 طير، ورجعوا الطيرين ما نقص منهم طير. هذا مو إنتاج حتى لو ما سجلوا. أنت فزت الأول بيا سباق سكاكا؟ سباق سكاكا الأول على الغربية. على الغربية. وكانت تقريبا السادس على المملكة أو في العشر الأوائل. والحمد لله. الحمد لله والشكر. الله يديك الصحة والعافية. الله يوفق الجميع إن شاء الله، ونشوفكم بخير إن شاء الله. والله يجملنا معاكم إن شاء الله. ونتمنى إنه الجناية اللي في العراق أو في العالم ككل اللي ياخذوا من سلالاتنا إنهم يحتفظوا بها، لأنه اليوم أنا موجود وبكرة يعلم الله. الله يديك الصحة والعافية. إن شاء الله عمرك طويل. حياك الله حجي. حياك الله. مقابلة سعيدة إن شاء الله، ونشوفكم بكل خير إن شاء الله. الله يكفيك شر جميع المعارضات وجميع الأمراض أنت ومن تحب. رحمة الله. جزاك الله خير. يا هلا.